السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. طبعا امبارح كان ماتش ناري بين الأهلي وسيراميكا. شوف إن هو من الماتشات القوية جدا. سيراميكا فريق قوي جدا، بيلعب كورة، بيلعب بيلد أب من تحت، بيبني، واخد على البناء على طول، ما بيكلش ولا بيمن في إن هو يسلم ويستلم. طبعا بدأ بتشكيل مكون محمد الشناوي، قدام منه ياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام، على اليمين هاني، على الشمال أحمد نبيل كوكا، في وسط الملعب مروان عطية، محمد علي رمضان وتريزيجيه، وعلى الشمال بن شرقي، وعلى اليمين طاهر محمد طاهر، وفي العمق محمد شريف. طبعا تشكيلة أشوف إن هي كان يعني امبارح لما جينا اتكلمنا قبل المباراة قلت ياسين مرعي لو موجود هيبقى، يعني أنا كنت حاطط ياسين مرعي في التشكيل، وقلت لو ياسر إبراهيم فت 100% يبدأ جنب ياسين مرعي عشان تبقى ظبطت المنطقة الدفاعية عندك، عشان عندنا مشاكل في المنطقة الدفاعية زي ما احنا عارفين. طبعا امبارح فوجئت لقيت ياسين مرعي اللي هو المفروض كان جاهز معاك من قبل منها بماتش، هو اللي قاعد على الدكة، وياسر إبراهيم لسه كان داخل التشكيل النهارده ولعب جنب منه أحمد رمضان بيكهام، فكانت علامة استفهام بالنسبة لي كبيرة جدا. كذلك الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر. طبعا محمد طاهر كل ما بينزل كبديل ما بيقدمش أي إضافة خالص. فوجئت بيه إن هو موجود في التشكيل الأساسي على حساب حسين الشحات. حسين الشحات أشوف إن هو عنده حلول أفضل منه كتير. الكرة كانت امبارح يعني بالدليل إن هو كانت أي كرة كانت بتيجي عنده كانت بتقف. كذلك الأمر في التغييرات اللي كان بينزلها قبل في الماتشات السابقة. كانت أي كورة أي هجمة بتيجي بتقطع عن طاهر محمد طاهر. مشكلة كبيرة جدا عندنا مع طاهر، مفيش عنده تطوير خالص. أنا أشوف حتى لو محمد عبد الله والله العظيم ده جاهز، يعني مفيش أي إصابة في أي حاجة، يلعب على طاهر محمد طاهر فت دفاعيا هجوميا، لعيب مفيد جدا، لعيب كمان بيخش لجوه برجل الشمال، يعمل اسيستات، يقدر يشوط على الجون، يعمل ار2. لعيب كبير محمد عبد الله. اشوف ان هو احسن كتير من حسين، من طاهر محمد طاهر. لو عندك حسين الشحات مش جاهز 100%، لكن اشوف حسين امبارح لما نزل حتى كان له بصمه. طاهر امبارح مفيش اي حاجه، حتى امبارح يعني الكوره اللي جات له ملعوبه جميله جدا من بن شرقي امبارح بصراحه، هو وتريزيجيه الاثنين. انا والله من بدري الحمد لله لنا نظره استباقيه من زمان، قلت تريزيجيه يلعب في وسط الملعب، ده مكانه الاساسي، بقيت ان انا العبه على اليمين او العبه على الشمال عشان ما اخسرش بن شرقي. عندي لعيب كبير قوي بن شرقي، عامل امبارح ماتش عالمي امبارح. اتكلمت وقلت ان تريزيجيه ده افضل مركز يلعبه تريزيجيه، قلت من زمان. الناس الحمد لله اللي متابعاني الحمد لله لنا نظره في الكوره مختلفه الحمد لله. امبارح لما نزل يعني بن شرقي هو وتريزيجيه الاثنين جنب بعض، الاثنين كانوا عاملين جبهه هناك ناريه. كانوا عاملين شوارع في دفاع سيراميكا ناحيه الشمال، وكانوا بيخترقوا من كل حته في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني. كل الخطوره كلها كانت من ناحيه الشمال من عند تريزيجيه وبن شرقي. الاثنين بصراحه يعني لعيبه الكوره تقال جدا جدا جدا. الاثنين بيتناوبوا حتى مع بعض، الاثنين بيعملوا الشيفت ما بينهم وبين بعض. بن شرقي وتريزيجيه، لو تريزيجيه طلع على الخط بيخش بن شرقي. الاثنين كانوا عاملين الشيفتات امبارح هايله. الاهلي امبارح كان الشوط الاولاني خاصه كان ممتع. الاهلي كان يقدر يطلع من الشوط الاولاني يعني 3-4 مستريح، ضيعنا هجمات خطيره، كنا ماسكين سيراميكا حتى في الضغط من قدام، مش مخلينهم عارفين يعملوا البيلد اب. عندك الكره التانيه بتاخدها بمنتهى السرعه ومنتهى السلاسه، بتضغط عليهم ما تخليهمش يعرفوا يبنوا اللعب، وضاغط وحاططهم في ال 18. جات لك كرة في القائم حطها محمد شريف برضه من صناعة أشرف بن شرقي. حاجة يعني كواليتي مختلف. يعني أنا بشوف إن أشرف بن شرقي لو خد ماتشات كتير ورجله بقت في الملعب كتير هيبقى حاجة ثانية خالص مختلفة. لما يلعب كمان جنب منه تريزيجيه معظم الوقت هيبقى دي جبهة فظيعة، جبهة نارية احنا شفناها يعني امام كمان فريق كبير. سيراميكا عنده لعيبه كبيره جدا ولاعيبه كلهم بسم الله ما شاء الله امكانياتهم عاليه. فطبعا
امبارح الاهلي بصراحه غزا سيراميكا من كل حته في الملعب امبارح في الشوط الاول. طبعا جت كره في القائم بتاعت محمد شريف حطها له بن شرقي جميله كما ينبغي ان يكون. جت كره ثانيه برضه من بن شرقي حطها يعني في قمه الروعه، ثبت اللعيب برضه وراح حطها لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر ما عندوش اللي يقدمه مع الاهلي. لعيب تحس ان هو محدود الامكانيات، ما عندوش التطوير من نفسه خاصه في الحته الهجوميه. لعيب بيموت نفسه بيقاتل بس بدون انتاجيه على الاطلاق، مش عنده انتاجيه خالص خاصه في الهجوم. قليل جدا لما يعمل لك. انا عايز لعيب مستواه ثابت يكون دائما وابدا دايس بيتحرك كويس جدا، يقدر يجيب جوان، يقدر يصنع لزمايله جوان. لا الكلام ده كله ما شفناهوش من طاهر محمد طاهر امبارح. حتى انا استغربت الناس يعني عماد النحاس طول يعني قعدوا في الملعب فتره كبيره قوي وطلع تريزيجيه وطلع لعيبه كتير تاني وسابه هو في الملعب. حاجه غريبه يعني بصراحه، علامه استفهام كبيره على طاهر محمد طاهر. اتكلمت عليه بدل مره 2 و3، ما عندوش تطوير من ادائه خالص. طبعا بعد كده جبنا برضه كوره ثانيه اللي هي بتاعت طاهر محمد طاهر. قلت ان هي دي ضربه جزاء 100%، ولكن انا ما كنتش استنى عليها اصلا. انا من قبل ما طاهر يتزق او يعمل حتى وقع وانا عارف ان هي ضربه جزاء، انا كنت بلوم عليه وكنت بعنفه ان هو ازاي ما حطش الكوره دي في الجون من الاول. انا ما استناش التحكيم لان انا عارف ان التحكيم نواياه القذره باينه من بدري. طبعا ضربات جزاء امبارح يعني 3 ضربات جزاء، يعني كلهم ضربات جزاء مفيش كلام. الكره حتى الوحيده اللي مشتبه فيها بتاعتهم هو يعني واحده مشتبه فيها ازاي، يعني يعتبر هي يعني كمان بتاعت ياسر ابراهيم حط رجله في الكوره. يعني اللعيب بتاع سيراميكا ما بينه وبين طاهر الكوره طولت من طاهر فما بقتش اصلا في حوزته. طاهر حاول يروح عليها، هو اللعيب زقه بعيد، ما فيش اصلا ما بينه وبين بعض مسافه اصلا. طاهر بقى قدام منه مايل عليه وزقه بايده، ملوش دعوه بالكوره خالص. فلكن نحس يعني لكن الكوره بتاعت ياسر ابراهيم هتشوفها هنا لما جايبها معانا حاطط رجله على الكوره قبل الاحتكاك البدني. فطبعا هو حاطط رجله على الكوره وفيه التحام بينه وبين اللاعب، لكن الكوره بتاعت طاهر اللعيب اصلا ما فيش اي التحام خالص. دي ايد مش التحام خالص، ولا رجله على الكوره ولا لمس الكوره اصلا. فشوف ان دي ضربه جزاء 100%، ولكن انا ما استناش التحكيم لان التحكيم باين نوايا، قلنا من نوايا القذره باين. انا ما استناش خالص. بعد كده جت الكره العالميه من تريزيجيه، كوره رائعه ما بينه وبين شرقي. بن شرقي هو بقى شوف الكلام اللي انا قلت عليه، تريزيجيه كان بادئ في وسط الملعب، بن شرقي هو اللي نزل في الكره ديت، هو اللي نزل في وسط الملعب وكان واخد الطرف. تريزيجيه بيعملوها الاثنين بشيفتنج رائع ما بينه وبين بعض الاثنين بصراحه. حطها له تريزيجيه قام جاي حاططها له تاني بن شرقي من لمسه واحده قدام 1-على-1. طبعا تريزيجيه لعيب كبير قطم بيه ولف، وبرضه محمد شريف له دور كبير قوي في الجون ده. بحط الحاله دي برضه معانا. محمد شريف خد المدافع اللي هو كان مميل ناحيته، كان مايل ناحيه تريزيجيه. لما شاف تريزيجيه هيكسر بيه خد المدافع وسحبه وثبته الناحيه دي، ادى لتريزيجيه المساحه ان هو يتحرك فيها ويروح عشان يشوط على الجون. او لو المدافع حاول يروح له هو يبقى فاتح المساحه كابت له فيها. لو المدافع فضل ثابت معاه يعمل تريزيجيه زي ما هو عمل كده وشاط على الجون جابها على طول. هدف عالمي ماركه تريزيجول. طبعا هدف بصراحه من الاهداف الجميله اللي تحب تشوفها. كذلك الامر في الشوط الثاني برضه ضيعنا طبعا فرص كتير في الشوط الاول، والجول الاهلي كان يطلع 3-4 مستريح في الشوط الاول. الشوط الثاني برضه علي ماهر كان يعني علي ماهر مدير فني كبير ودماغه كلها كوره، عارف ان الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها ان الاهلي عنده ضعف في اللياقه البدنيه خاصه في الشوط الثاني، اللي هي معظمها بتريح جدا في الشوط الثاني. الاهلي بيحاول ان هو يغير من الجزئيه دي. طبعا ريبيرو الله يسامحه اللعيبه معظمها بدنيا بتقع بدنيا في الشوط الثاني، فكان بيلعب على الجزئيه ان هو يامن ويقفل في الشوط الاول علي ماهر ويقف ويطلع، يحاول يطلع من الشوط الاول 0-0 وبعد كده بدات الاهلي في الشوط الثاني. ولكن الحمد لله بفضل الله تسجيل وجون وشفنا راح واعتذر للجمهور. وطبعا كان الماتش اللي فات كان عمل حركه ريال، ولكن انا عارف ان هو لا يقصد ما يقصدش بقى الجمهور، يعني ممكن يكون رد انفعالي لان هو كان مشغول، ولكن تريزيجيه قدم الاعتذار للجمهور
الجمهور قبل بداية المباراة وخلال المباراة أثناء الهدف بتاعه وبعد المباراة. فطبعا في الشوط الثاني زي ما قلنا علي ماهر كان بيرتب أوراقه على الشوط الثاني إن هو يباغت الأهلي في الشوط الثاني، ولكن الأهلي كان خلص الماتش في الشوط الأول وكنا نقدر نخلص 1 2 3. عندنا آفة كبيرة أوي في تضييع الفرص، ورغم برضه بن شرقي حط كورة وقطع بيها وحب يحطها من لمسة واحدة على طول برضه ما جاتش، يعني طلعت قلشت من على بطن رجله كده وفتحت منه بره. كان لو كانت جت كان هيبقى جون عالمي او طول برضه من حته ضيقه كسر بالمدافع قطم حطها يعني، ولكن لم يحالفه التوفيق فيها. الشوط الثاني طبعا برضه عمل جمله رائعه ما بين تريزيجيه ومحمد هاني، علقها الاول لبن شرقي في ال 18، بن شرقي ريحها على طول من لمسه واحده تريزيجيه الكوره ما لبستش في رجله كما ينبغي ان يكون. الكوره لو لبست في رجله في وش رجله كان هتروح هتزغرط في الشارع ما كانش هيشوفها بسام، ولكن الكوره ما لبستش في وش رجله. وكذلك الامر برضه الكوره كانت رايحه زحفها ارضيه خدها بسام ودخل بيها في الجون، هنشوفوها معانا هنا. بسام خدها ودخل بيها نايم بيها من الجون باينه من ورا كمان، يعني بسام اصلا نايم بظهره بعد الجون بمترين، يعني نايم جوه باينه قوي ان هو باين جسمه وهو بره والكوره كانت ملتصقه بصدره جوه، دخلت جوه يعني لحد ما هو حاططها زي بايده. هنشوفها مع بعض هنا. الكوره جون مليار في المية ما فيهاش كلام. كذلك الامر ضربه جزاء ثانيه في ايد اللاعب سواء رجل نبيل او في الشوط الاول محمد عادل، برضه كذلك الامر في كوره في ايده في الشوط الاول والحكم برضه اللي حسب اي حاجه ولا راح بص على اي حاجه اصلا. ده الغريب وده العجيب ان اللعيبه يعني نفس كذلك الامر الماتش اللي فات برضه نفس الكوره اللي اتحسبت على ديان كانت لتريزيجيه، الحكم ولا جاب ولا قال له بص ولا شوفها. فدي بتبين كده يعني مش هقول متشابهات في بعد منها ماتش او الاثنين، لا ده في نفس الماتش ونفس الحكم. فالمسطره انهي مسطره انت ماشي بيها؟ يعني باين لي انك ماشي في مسطره واحده على الجميع، لكن ما فيش اي مسطره خالص. هو الموضوع باين نواياه، ولازم مجلس اداره النادي الاهلي لازم يبقى له موقف حاسم في الجزئيه دي بتاعه التحكيم، ولازم يبقى فيه ردع للموضوع ده. عشان كده الموضوع ده كده يعني زاد عن الحد. فين التحكيم عندك؟ مين فين الحكام الدوليين عندك؟ الماتش اللي فات جايب لي حكم صغير، الماتش ده حكم صغير. انا عايز حكام دوليين. النادي الاهلي لازم يتحكم له حكام دوليين يكونوا عارفين يعني قيمه الماتش. حتى الماتش ده ماتش كبير مش ماتش صغير، مثلا الاهلي بيلعب قصاد فرقه صغيره، لا الاهلي بيلعب قدام فرقه كبيره، فرقه سيراميكا بتلعب على دقيقه الاول مع السوبر، فرقه كبيره بتلعب على المراكز المتقدمه. فده ماتش كبير مش ماتش صغير. فلازم الاهلي يكون له وقف في الجزئيه دي. طبعا الكوره دي كانت جون مليار في المية وكده ضربه جزاء، ولا الحكم اصلا شافها ولا حتى جابه يرجعها. ولكن اول ما حصل على ياسر ابراهيم اجري، احنا عايزين نحسب كذلك برضه الماتش اللي فات مع الشناوي الحكم ما شافهاش اصلا، اجري طرد للشناوي ضربه جزاء على الاهلي. حاجات كده غريبه يعني دي بتبين النوايا السيئه من التحكيم المصري، حاجه غريبه وعجيبه. ولكن الاهلي بصراحه امبارح عمل ماتش كبير في الشوط الاولاني، خاصه الشوط الثاني الاداء برضه هيوت شويه نوعا ما. يعني قصه استغلال الفرص دي الاهلي لازم يبقى له وقفه فيها، يعني لازم تجيب جون وتجيب الثاني وتجيب الثالث، تغطي الجون بجون واثنين وثلاثه علشان تبقى مستريح. لا قدر الله ممكن امبارح كان سيراميكا ممكن يقدر يجيب جون واثنين، خاصة في نهاية الماتش الكورة بتاعت كريم بيلفت دي كورة جون مليار في المية. اللعيب لقى نفسه لوحده خالص. عندنا مشكلة في الجزئية الدفاعية لسه هجيلها دلوقتي عشان ما نقولش إن الحياة وردي، ولكن أنا بقول عنوان للماتش ده عامة كله بداية اللا نهاية إن شاء الله بإذن الله. بداية اللا نهاية دي هتبقى بداية القطر السريع إن شاء الله بإذن الله. الأهلي هيسحب مش هيقف تاني إن شاء الله بإذن الله، محدش يقدر يوقفه إن شاء الله. فطبعا بقى في بعض الجزئيات اللي احنا هنتكلم فيها دي عشان يبقى احنا كده رجعنا حطينا خطوه على المسار الصحيح فنبدا نكمل عليها. لازم احمد رمضان بيكهام، وانا جبت جايب حاجه واثنين وثلاثه لاحمد رمضان بيكهام هنتكلم فيها مع بعض. احمد رمضان بيكهام بيمثل يعني نقطه ضعف في خط دفاع النادي الاهلي، وده انا جايب الحاجات اتكلمت عليها قبل كده. رمضان بيكهام الماتشين اللي فاتوا مش في مستواه خالص، مش ده مستوى احمد رمضان بيكهام اللي احنا جايبينه عليه.
لعيب عنده بيس باص كتير، هو اصلا كان بيمتاز في سيراميكا ان هو بيعرف يطلع بالكوره من تحت، بيعرف يعمل بناء اللعب من تحت البيلد اب. سريع في الالتحامات، كان قوي في الالعاب الهوا، كان كويس. مش عارف يجي عندنا بيبقى مختلف خالص. احمد رمضان بيكهام دي المره الثانيه والثالثه اللي نجيبه يبقى بنفس سوء الاداء ده. فطبعا الكوره كانت معاه، حب يعمل بيلد اب من تحت، حطها سيئه جدا، تظهر على مروان عطيه. اللعيب خدها من مروان عطيه، راحت هجمه مرتده بقت 2 على 2. خدها اللعيب محمد هاني، ضم هنا بقى 3 على 3. ياسر ابراهيم راح لاسلام، راح له هناك ناحيه الشمال، هنشوف الحاله دي هنا مع بعض. راح له بقى معاه، والتاني بقى احمد رمضان بيكهام معاه فخري لقاي، المفروض يفضل ماسك فخري لقاي. اسلام عيسى خد الكوره ورايح من ناحيه ياسر ابراهيم، فطبعا هو بيحاول يروض ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم معاه، خليك انت مع اللعيب، وهو حتى اللعيب خدها واتطرب بيها لبره. خلاص انت اهم حاجه عندك العمق، ما تسيبش العمق بتاعك. لا، هو راح يساند ياسر ابراهيم وساب في ظهره فخري لقاي، لعبها ما بينهم على طول اسلام عيسى، ولكن كان محمد هاني عمل فيها تغطيه رائعه عكسيه بصراحه، شالها من قدام الشناوي ومن قدام اللعيبه كلها. فخري لقاي برضه كذلك الامر، ما جريش في المساحه اللي هي اتسابت من احمد رمضان بيكهام، حالفه فيها التوفيق. ودي كانت حاله يعني كارثه كبيره جدا من احمد رمضان بيكهام. معانا برضه حاله ثانيه، الحاله اللي معانا دي كانت كوره ضربه ركنيه للنادي الاهلي واتعمل بيها هجمه عكسيه. احمد رمضان بيكهام راجع منطلق، هنشوف مع بعض برضه في الحاله هنا بالصوره. لعيب خدها فخري لقاي من نص الملعب وجري وهو بيجري معاه. الكرة حطها لإسلام عيسى على اليمين، كان معاه أحمد نبيل كوكا بيغطي معاه في المساحة. راح أحمد نبيل كوكا واقف مع إسلام عيسى، برضه نفس اللعبة بالظبط. اللعيب ما عندوش تركيز في الدفاع، المفروض أنا ماسك المان اللي معايا ما أروحلوش إلا لما يكون اللعيب التاني لعيب زميلي خلاص اتراب وما قداميش حل تاني. حتى لما أجي أخش ما الاقيش نفسي، لازم أعمل يعني لينك ما بين اللاعب ده وما بين اللاعب ده، أقف حاجه ما بينه بحيث ان هو يعني اسيبه يفتح لبره ما يخش لجوه، وابقى قافل على اللعيب زاويه التمرير. طبعا ده ما عملش اي حاجه من الحاجات دي. احمد نبيل كوكا كان مع اسلام عيسى، حب يروض اسلام عيسى، فهو برضه كذلك الامر قام رايح لاحمد نبيل كوكا، يا عم خليك مع المهاجم اللي معاه، خليك مع فخري لقاي ماسكه. ساب فخري لقاي خالص وقام حاططها برضه كذلك الامر لاسلام عيسى، ولكن كان قطع في ظهره فخري لقاي. خلاص كان ممكن يشوط هنا فخري لقاي، ولكن حب يرجعها لزميله تاني ورا. كان ياسر ابراهيم دخل حط رجله على الكوره وشال هجمه هدف. تالت حاجه معانا برضه احمد بيكهام. الكوره دي كانت جايه بينيه سهله جدا، والكوره بتاعت احمد بيكهام، ولكن بيكهام حب يتفلسف بيها ويلعب بالكعب. زميله هنا بالشناوي في وشه، وانا حتى لو انا مش هلعب بالشناوي مش هباصي خالص، واللعيب بيجري معايا. فخري لقاي في ظهره على طول، حب يعملها بكعب رجله، راح لفخري لقاي. فخري لقاي لما استغلها وما دخلش بقى جول، الحمد لله ما استغلهاش وحطها لزميله، وكان اسلام عيسى برضه معاه. اتلعبكت الكوره ما بينه وما بين احمد رمضان بيكهام لحد ما طلع الشناوي وانقذ الموقف. كانت برضه هجمه يعني عمل مشكله بلا مشكله، كانت ممكن تكلفك هدف. احمد رمضان بيكهام مش مركز خالص، عنده قصور كبير قوي قوي في خط دفاع النادي الاهلي، وعامل مشكله كبيره في خط دفاع النادي الاهلي. شوف ان لازم ياسين المرعي يكون متواجد جنب ياسر ابراهيم. طبعا ياسر ابراهيم قلب الاسد، لعيب الراجل اللي عنده روح، عنده عزيمه، عنده قلب. ممكن يكون في بعض الغلطات، ولكن اللعيب بيديك ال 100%، ولعيب راجل وعنده حميه النادي الاهلي غير على التيشيرت. لعيب دي اللعيبه اللي احنا عايزينها، لعيبه رجاله مش لعيبه تكون متهاونه وهي متكاسله. اديني ال 100% بتاعتك، وبعد كده اي حاجه بقى ممكن وارده في الكوره. ولكن ياسر ابراهيم من اللعيبه الرجاله، والحمد لله على السلامه ياسر ابراهيم، ولازم يكون جنب منه ياسين معي في خط الدفاع، عشان ان شاء الله باذن الله الاهلي يبقى دايس بعد كده ويبقى مأمن خط دفاعه. افضل المتواجدين يعني. والنهارده حتى اشوف احمد نبيل كوكا، احنا انتقدناه، لكن شوف ان احمد نبيل كوكا يعني قدم مستوى كويس جدا الماتش ده، وكان عامل شغل حلو بصراحه الماتش ده، وتفوق على نفسه. وطبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي. وفي الختام لا تنسانا من الدعم والاشتراك في القناه. وفي الختام سلام.